انا عايز اسال سؤال للقانون المصري السواد بتاعنا. اسال سؤال: لما الست تاخد تمليك شقه وتاخد عفش وتاخد عيال وتاخد اطفال وتاخد شقق، طب الراجل ياخد ايه؟ الراجل اللي بياخد 3000 جنيه في الشهر ياخد ايه؟ قال لكم بياخدش غير حاجتين، ما بياخدش غير حاجتين، غير اللي بيترمي في السجن مع الحراميه والمجرمين، وبياكل عيش وحلاوه، بياكل عيش وحلاوه مع الحراميه والمجرمين. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. والست تبرطع زي ما هي عايزه، تبرطع في الشارع. ليه؟ لان عصب البيت راح. الراجل عصب البيت لما بيروح يبقى خلاص الست تبرطع زي ما هي عايزه. الست تروح للقاضي، القاضي على طول بيخلع، ما تعرفش هو بيخلع ليه. بتاكل في مخدرات ما تعرفش، بيشم كله، بيشم ماء ازرق ما تعرفش، بيخلع على طول من غير سبب، من غير سبب. تلاقي الراجل مخلوع، انت ما بتعرفش ازاي، ما تعرفش ازاي. وجايين باصين للفيلم بتاع منى زكي او المسلسل اللي هو اسمه وصايه ده، ولا اسمه ايه؟ انتوا ما وصلتوش الفيلم بتاع الاخير اللي هي خرجت مع زميلها، خرجت اختشي اختشي ازاي يعني؟ ازاي؟ الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. البلد خربت، البلد خربت، الدنيا، العيال كرهوا الجواز. ده احنا بنشوف ايام سودة.